بيان إلى الرأي العام. تمر علينا ذكرى عام منذ أن كان مستشفانا يخدم هذا المجتمع بجميع مكوناته، لكنه تعرض للهجوم من الطائرات التركية. في هذا اليوم نستذكر جميع أصدقائنا الشهداء ونعدهم بأن نتبع خطاهم. كما هو معلوم، تشن الدولة التركية غارات جوية على شعبنا منذ 3 آب أغسطس. لم تعمل الحكومة العراقية على منع هذه الهجمات، وبسبب هذا الصمت فإن أفعال الدولة التركية تتكرر وبشكل مستمر على الأراضي العراقية. وصلت هذه الهجمات أخيرا إلى مستوى استهداف المراكز المدنية، والذي هو مستشفى سكينية في 17 أغسطس 2021. ونتيجة لذلك استشهد 8 من أصدقائنا من الكادر الصحي. نحن بصفتنا لجنة صحة سنجار ندين هذا الهجوم، وندعو جميع المؤسسات حماية حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها لمنع هذا العمل، لأن هذا عمل من أجل الإنسانية. في هذه المنطقة لم تكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وكنا نعمل لخدمة هذا الشعب. كانوا يعيشون في المنطقة بدون خدمات صحية منذ 3 آب 2014. انطلاقا من مبدأ حل مشاكل الناس، فقد أفتحنا هذا المركز أو المشفى للقيام بواجبنا في خدمة شعبنا. بما أن الهجوم على هذا المركز لم يكتمل فقط، بما أن الهجوم على هذا المركز جاء فقط ترك أهالي المنطقة بلا خدمات، ولم يتم مسك أو مرتكبي هذه الجريمة النكراء، والذي كان ينتهك جميع القوانين الدولية، والذي يعتبر جريمة حرب بشأن الهجوم الذي تعرض له مركزنا. لا تشن الدولة التركية حربا إجرامية في الشنغال فحسب، بل تهاجم أيضا مناطق الدفاع المشروع وجنوب كردستان بأسلحة محظورة. في هذه اللحظة نخشى وقوع الاعتداءات لعدم وجود رأي عام ضد هذه الاعتداءات، ولعدم وجود أي قوانين ضد هذه الاعتداءات التي تقوم بها الدولة التركية. نحن بصفتنا اللجنة الصحية في سنجار لن نوقف عملنا وأنشطتنا بسبب الهجوم، وسنواصل أداء واجبنا الإنساني. ومرة أخرى نعرب عن تعازينا لجميع ذوي الشهداء ولأنفسنا بهذه الذكرى المؤلمة، ونقول أن الشهداء لا يموتون. 17/8/2022 لجنة الصحة في سنجار. شاهد نامرين.